التاريخ 23 من سبتمبر السنة 75 ألف. المدينة كورباي إيسون بفرنسا. الحي مونتشوكونساي. هنا سيولد أسطورة من أساطير كرة القدم الإفريقية والعالمية. إنه وليد الركراكي من أسرة مغربية تنحدر من مدينة لفنيدق. بدأت مسيرة وليد الكروية كظهير أيمن رفقة العديد من الفرق الفرنسية، ويعود الفضل في اكتشاف هذه الموهبة الكروية إلى المدرب الفرنسي المخضرم رودي غارسيا. بعد مسيرته المتميزة بالدوري الفرنسي، التحق وليد الركراكي بفريق راسينغ سانتاندير الإسباني الذي أمضى معه 3 مواسم كروية تخللتها إصابة خطيرة أوقفته عن اللعب، إصابة أثرت كثيرا على وليد. وفي سنة 2010 وضع وليد حدا لمسيرته الكروية. وضع حد لمسيرة وليد الكروية لم تكن مبررا كافيا لفك ارتباطه بمجال الكرة. اجتهاد وليد ومثابرته في اجتياز امتحانات التدريب ونيل الشواهد فتحت أمامه الطريق على مصراعيه ليحترف التدريب ويصبح أحسن مدرب في تاريخ القارة السمراء. لما لا، وهو المدرب الوحيد في تاريخ إفريقيا الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم، وكان أحد المترشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم. بدأ وليد مسيرته التدريبية سنة 2012 كمساعد المدرب رشيد الطوسي بعد إخفاق المنتخب المغربي في التأهل لكأس العالم بالبرازيل سنة 2014. توقفت مسيرته كمساعد مدرب رفقة أسود الأطلس. انتقل بعدها لتدريب الفتح الرباطي المغربي ب5 مواسم من يونيو 2014 إلى نهاية 2019 في تجربته الأولى له كمدرب. توج خلالها بلقب كأس العرش سنة 2014 ولقب الدوري الاحترافي سنة 2016 ليتوج نفس السنة بلقب أحسن مدرب. النجاح وليد الركراكي في أول مهمة له رفقة الفتح شفعت له في أن يلتحق بتدريب أحد أقوى الأندية القطرية ألا وهو فريق الدحيل ليتوج معه بلقب بطولة الدوري سنة 2020. وفي سنة 2021 وقع النادي الوداد البيضاوي أحد أقوى الأندية المغربية خلفا للمدرب التونسي فوزي البرزرتي، وفاز معه بلقب البطولة ودوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على فريق الأهلي المصري بهدفين نظيفين. يقول وليد الركراكي: بصراحة اون با في ان بو تكنيك في هذاك الماتش، بالحق لي طاي سبري مع لو بيبليك قدرنا نربحوا هذاك الماتش. في 10 من يوليوز 2022 تم ترشيح وليد الركراكي من قبل الاتحاد الافريقي لكرة القدم لجائزة احسن مدرب في القارة السمراء رفقة السنغالي اليو سيسي والبرتغالي كارلوس كيروش، لكن الجائزة عادت في الاخير للسنغالي اليو سيسي. وفي نفس السنة تم تقديم وليد الركراكي من طرف رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ليكون المدرب الأول للأسود بعقد يمتد حتى 30 من يونيو 2025. خلال مونديال قطر 2022 حقق وليد ما لم يكن في الحسبان، وهو قيادة كتيبة أسود الأطلس للمرور للدور النصف النهائي من كأس العالم، إنجاز عجز عن تحقيقه أباطرة الكرة بإفريقيا كجورجوية ويا توري وأبي ديبلي وأبو تريكا وغيرهم، مما ساهم في خروج الملك محمد السادس للاحتفال مع المغاربة وإلحاحه على حضور اللاعبين رفقة الأمهات وتوشيحهم بالقصر الملكي. يقول وليد الركراكي: هو شي حاجة اللي كبيرة وغادي نبقى نتفكرها طول حياتي. اوني فريمون فيير اوني تري هورو كي سا ماجيستي استقبلنا. سي ان نورم غيف لاي واحد. دونك فوالا الحمد لله.